السلام عليكم طلاب الصف الاول الثانوي وحبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك يا صديقي في المعسكر رقم 2. ان شاء الله النهارده مجهز لك حوالي 160 سؤال تقريبا او 170 سؤال، ده غير بتاع حوالي في 40 50 سؤال مقالي، فمعديين ال 200 سؤال. هنبدا مع بعض في معسكر الجزء الثاني. لو يا صديقي ما شفتش فيديو الشرح فيبقى انت حضرتك لازم تتفرج على فيديو الشرح، لان احنا المره اللي فاتت شرحنا تفصيليا الثلاث دروس: مصر اللي هي ده تحت حكم البطالمه، وحضاره الرومان، ومصر تحت حكم الرومان. موجودين عندك فيديو الشرح، روح اتفرج عليه لو انت لسه ما اتفرجتش عليه. ويلا بينا نطبق على طول. فيديو بسيط جدا النهارده، هنبدا نحل الاسئله اللي احنا شرحناها، ونفس الافكار اللي اشتغلنا عليها في الشرح هو اللي هتلاقي عليها الاسئله. سواء هنحل الاسئله الخاصه بالتقييمات كلها اللي جت في التقييمات كلها اللي كنا منزلها لك PDF قبل كده بس ما شرحناهالكش كفيديو، وهنحل لك كمان الاسئله اللي خاصه بالمحافظات والاسئله الخاصه بالنماذج بتاع كتاب الامتحان. جمعنا لك الافكار كلها وطلعنا لك منهم احسن 150 سؤال، فهتلاقيهم جمال جدا. فيلا بينا نسمي بالله. اصبحت مصر هدفا للاسكندر المقدوني بعد ان بسط نفوذه. طبعا الاسكندر امتى يا جماعه فكر في مصر؟ بعد ما خد، بص الاسكندر اول منطقه خدها هي منطقه اسيا الصغرى. وبعد اسيا الصغرى فكر في مين يا جماعه؟ خد ساحل سوريا وفلسطين، ومن بعد سوريا وفلسطين فكر في مصر، وقال لك ان سيطرته على مصر كان نازلي يسيطر على العراق وايران. يبقى هو امتى فكر في مصر؟ يبقى بعد سوريا وفلسطين. سوريا وفلسطين اليونان ولا اسيا الصغرى؟ اقول له طبعا اسيا. عندك ايه؟ ساحل ايه؟ ساحل سوريا. ارتبط تعدد الصناعات في مصر خلال العصر البطالمي. طبعا يا جماعه لما نروح حتى نبص على الكتاب هتلاقي ان الراجل هو بيقولها لك كده. بص كده، بيقول لك ان في الصناعه كانت مصر منذ اقدم العصور موطن للعديد من الصناعات. اشمعنى مصر موطن للعديد؟ لانك لما تيجي تبص على الصناعات هتلاقي زيوت. دي الصناعه اللي كانت موجوده اصلا عند حضاره بلاد اليونان وفضلت موجوده في مصر، يعني استمر. يقول لك ايه؟ تعتبر هذه الصناعه استمرارا للصناعات اللي ازدهرت في بلاد اليونان. طب الفخار، قال لي يا مستر احمد عشان احنا عندنا نهر النيل فانا عندي طامي. طب الزجاج، علشان يا مستر انا عندي الصحراء اللي هي الرمال البيضاء. والتعدين عشان عندي معادن وعندي منسوجات وعندي جلود وعندي ورق بردي. يبقى انا عندي حاجه اسمها تعدد مواد خام. يبقى لما نيجي ندرس الصناعات في خلال العصر البطالمه هيبدا يقول لك ايه؟ ارتبط التعدد مش بسياسه الاحتكار، بتوافر الماده الخام. واحد يقول لي طب ليه مش الاحتكار الاقتصادي؟ باشا انا بسالك هي ليه الصناعات متعدده؟ الصناعات متعدده عشان مطبقين الاحتكار؟ لا، هو الاحتكار ده عشان يحقق هيمنه، ولكن حضرتك بقول لك ليه الصناعات اتعدلت؟ عشان اكتر من ماده ايه؟ خام. جاءت فلسفه البطالمه بعد تاسيس دولتهم ان يكون لهم دور عالمي قوي. كنت دايما بقول لك كده ان هم طبقوا السيطره على الاقتصاد حتى بنص الكتاب يا شباب. قال لك ايه؟ قال لك ان البطالمه كانوا عايزين يهتموا، بص كده، عايزين يعملوا دولة قوية تأثر في سياسات العالم، فقاموا عملوا حاجة اسمها ايه؟ اقتصاد قوي. يبقى هنا اهو عملوا اقتصاد قوي يبقى ليهم تأثير عالمي. الولاء للمعبودات المصرية، معاملة المصريين معاملة حسنة، الإبقاء على النظم. دي سياسة الإسكندر الأكبر. الهدف من هذه السياسة طبعا إن اسكندر عمل الثلاث حاجات دول عشان يثبت أركان حكمه. اسكندر الأكبر أول ما جه قال لك إيه؟ قال والله يا مستر أحمد إن هو هيظهر ولاءه واللي هو معبود آمون، وهيعامل المصريين معاملة كويسة، وهيبقى على النظم الإدارية ويطبق مبدأ أهل مكة أدرى بشعبها. ليه يا مستر أحمد؟ قال لي والله لأن الهدف من ده إن هو يقوم بتثبيت أركان الحكم. يعني إيه تثبيت أركان الحكم؟ عايز يكسب ثقة المصريين، فبدأ يلعب على العاطفة الدينية وبدأ يعاملهم معاملة كويسة وبدأ يحترم الحضارة بتاعتهم. فأبدأ أقول له إن هو عايز ينهي الوجود الفرنسي أم يثبت الأركان، يبقى تثبيت أركان حكمه في البلاد. يرجع الهدف العسكري من وراء تأسيس الإسكندر الأكبر مدينة اسكندرية. طبعا مدينة اسكندرية الراجل بناها لثلاث أسباب. قال لي واحد، مركز لنشر الحضارة، دي حاجات حضارية، وتخليد ذكراه اسمه، دي حاجة اسمية شخصية. ولكن هو عايز السبب العسكري يبقى وسيلة لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. ممكن تيجي كده يا جماعة إن الراجل عايز يحقق طموحاته العسكرية. أهل مكة أدرى بشعبها، أو يقول لك إيه؟ أهل الدار أعلم بها. فده سياسة طبقها الإسكندر. لما دخل مصر قال لك والله أنا هعرف أكتر من المصريين، هي النظم الإدارية اللي في مصر اللي قبل ما أنا أجي تفضل زي ما هي، يبقى أبقى على النظم الإدارية
ده بيطبق بيقول لك ايه، الاهل الناس عارفين الطرق. يا جماعه مكه معروفه الطرق بتاعتها انك لو رحت هناك تتوه. فانت دايما يجي يقول لك كده، اهل مكه هم اللي عارفين الطرق وعارفين دروبها وعارفين كل حاجه. فهو انت عشان من اهل المنطقه. فراجل اسكندر قال لك بس يبقى اهل الدار اعلم بها. أين الآتي سعى البطالمة من خلالها اللعب دور هام في السياسة العالمية؟ طالما قال لك سياسة عالمية بيروح للاحتكار، يبقى أقول له يا باشا التطور الاقتصادي. ليه التطور الاقتصادي؟ عشان هو طبقوا نظام اسمه نظام الاحتكار، والاحتكار ده قلنا عشان يأثر في سياسات العالم فعملوا حاجة اسمها سيطرة على الاقتصاد. الكلام ده طبعا شرحناه يا جماعة، احنا بنحل بس دلوقتي. ارتبط زيادة. بص يا معلم تعال أعلمك حاجة، إن المساحة بتاعت الأرض الزراعية، ركز بالله عليك، المساحة بتاعت الأرض الزراعية تحصل لما أعمل إيه؟ لما أستخدم وسائل الري، فنظم الري بيؤدوا إلى استصلاح مساحات واسعة، فتعمل لي توسع أفقي. أما نظام الدورة الزراعية بتحافظ على جودة الأرض وخصوبتها، بيحافظ على إن الأرض تبقى مستدامة. الأرض جودتها بدل ما تتعرض للتصحر، الأرض حافظ على جودتها تديني 100 سنة قدام. نظام اسمه الدورة الزراعية، ما تعرضش الأرض للتعرية أو ما تعرضش الأرض للتصحر، فأفضل محافظ على أرضي. أما ده مشاريع الري بتعمل توسع أفقي، يعني مساحة الأرض تزيد. الراجل بيسألني بيقول لي مساحة الأرض تزيد، ما تقوليش نظام الدورة الزراعية، قول لي استخدام وسائل الري حديثة. لأن مشاريع الري زي ما أنا علمتك وشرحت لك في فيديو الشرح بتزود مساحة الأراضي، لأنها بتعمل توسع أفقي في مساحة الأرض. أي من الصناعات قلت لك أنا عندي أرض ما بيوصلهاش مية، لما أبدأ أحفر ترعة وأشق قنوات وأوصل لها مية بقت أرض صالحة. طب ما الأول كانت غير صالحة، يبقى مساحة الأرض زادت. إيه الصناعات اللي ازدهرت في عصر البطالمة امتدادا لازدهارها في بلاد اليونان؟ كنت لسه قايلها لك، الزيوت كانت في اليونان وازدهرت في مصر في عصر البطالمة. تشييد منارات، سك عملة، إقامة ترسانات، ده كله ساعد على ازدهار حركة التجارة. يبقى الرواج يعني الازدهار التجاري. لما أجي أسألك من عوامل ازدهار الرواج التجاري، يقول له تشييد المنارات، والمنارات دي عمارة، بس عمارة مرتبطة بحركة السفن، فيبقى عمارة تلعب دور اقتصادي. وسك العملة اخترعوها عملوها في مصر لأول مرة عشان يسهلوا العمليات الاقتصادية، والترسانة عشان يصنعوا السفن، يبقى الرواج التجاري. نستنتج من سهولة سيطرة الإسكندر الأكبر على مصر. طبعا الإسكندر الأكبر لما سيطر على مصر بسهولة نتيجة بغض المصريين حكم الفرس. احنا خدنا بغض المصريين حكمين، حكم الفرس وحكم الروم. حكم الروم فده سهل على سيدنا عمرو بن العاص دخول مصر، فالمصريين يرحبوا بيه ما يقاوموش، وبرضه المصريين ما قاوموش الإسكندر. فأقدر أقول إن المصريين ما قاوموش الإسكندر وما قاوموش سيدنا عمرو بن العاص، يعني ما قاوموش المقدونيين وما قاوموش المسلمين كمصريين. بس طبعا ما ينفعش اقول دخول مصر بدون مقاومه، لان كان في مقاومه من الروم. بغض يعني كره يا جماعه، المصريين كانوا بيكرهوا حكم الفرس. ضم الاسكندر الاكبر للمصريين كان نزيل بزوال حكم الفرس. لما خد مصر قلت لك لسه قايل لك هيروح بعد كده العراق، بعد كده ايران، يضربهم في عقر الدار، يبقى العراق وايران، لان الشام كده كده كان واخدها. أي من الآتي نستدل منه على تطبيق البطالمة سياسة الاحتكار في التجارة؟ بص، لما جم يطبقوا الاحتكار في التجارة كانوا بيطبقوه ازاي؟ روح للكتاب كده هيقول لك يا مستر أحمد في تحديد الأسعار. ففي التجارة قال لي ركز كده بالله عليك، أحكمت الرقابة على الأسواق وتدخلت في تحديد الأسعار. يبقى بدأت تحدد قيمة المنتج، بدأت تحدد قيمة المنتج. عشان كده قال لك أحكمت الدولة رقابتها على السوق، بتراقب السوق من خلال إنها تحدد الأسعار. أما الموانئ وإقامة ترسانات وسك العملة ده ساعد على إصدار التجارة. إيه البلاد اللي اجتمع فيها جيش الإسكندر عشان يتقاسم؟ عملوا مؤتمر مشهور جدا اسمه مؤتمر بابل. وأين تقع بابل؟ في العراق. ولما نزلت بمصر كان نوالها تعديل عدل لا يمال لجانبي، حاكم كالنسيم يلف حلم أمة، يدني القريب ويجبر قلب المجانب. يعني هنا يجبر القلوب بقى، يجبر القلوب بقى، بيعامل الناس معاملة حسنة. دي سياسة الإسكندر، مش في إظهار ولائه، لأنه بيقول لك يلف حلم أمة، يدني القريب يعني بيقرب الناس منه، وبيجبر القلب الناس. يبقى ده بيعامل المصريين معاملة حسنة، بيت الشعر ده بيعامل المصريين معاملة حسنة. يستثنى، كلمة يستثنى أنا عايز الإجابة الغلط،
من عوامل رواج يعني ازدهار التجارة في مصر زمن البطالمة. طيب البطالمة التجارة ازدهرت ليه؟ لو رحت للكتاب هيقول لي يا مستر انتعشت نتيجة إنشاء، بص كده، موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وإن اسكندرية أكبر الموانئ، وإن هم عملوا منارة اسكندرية. بص بقى، بص، تعالى هنا كده، قال لي يا مستر أحمد وكمان ازدهار النشاط الزراعي والصناعي، وموقع مصر الجغرافي في قلب العالم، وولع اليونانيين يعني اهتمام اليونان بالنواحي التجارية، دي كلها عوامل ساعدت على ازدهار التجارة. دور، هل قدرات التقدم الزراعي والصناعي؟ ايه، تقدم النشاط الزراعي والصناعي. هل موقع مصر الجغرافي؟ ايوه مكتوبة صح. قال لك ايه؟ قال لك موقع مصر الجغرافي في قلب العالم. طب هل ولع اليونانيين بالتجارة؟ ايوه مكتوبة ولع اليونانيين بالتجارة. طب امال ايه الإجابة الغلط اللي تستثنى؟ يبقى الإجابة قدرات البطالمة العسكرية دي تستثنى. إذ كان الإسكندر الأكبر قد سعى لود المصريين فإن خلفائه خالفوا ذلك. من هم خلفاء الإسكندر؟ اللي هم البطالمة. طب البطالمة خالفوا ده إزاي؟ يعني ما عملوش المصريين كويس. قول له في سياسة تقسيم الأرض، بل أن البطالمة أصلا ظهرت سياستهم العنصرية. سياستهم العنصرية إن المصريين يحتلوا قاع الهرم، وإن المصريين ما بيمتلكوش أراضي، عدم امتلاك الأراضي. فسياسة تقسيم الأراضي ما ادوش أراضي للمصريين خالص. حافظ البطالمة أثناء وجودهم بمصر على استدامة. هنا بيسألك استدامة جودة التربة. تبقى عبيط بقى لو رحت قلت لي مشاريع الري. استدامة الجودة، الأرض تديني 100 سنة قدام، يبقى أعمل نظام الدورة الزراعية. يبقى اتباع نظام الدورة الزراعية اللي بيقسموا فيه السنة لمواسم زراعية عشان يحافظوا على الجودة. أنا ما بزودش. طب أنا عايز أزود، يبقى أنا أختار استصلاح مساحات كبيرة أو إصلاح نظام الري، فدي يبقى يا باشا ده بيزود مساحة الأرض. يخرج عن اسباب تاسيس الاسكندر لمدينه اسكندريه. الراجل اسس مدينه الاسكندريه لتخليد ذكرى، دي صح، ونشر الحضاره، دي صح، وقاعده عسكريه، دي صح، بس هو عايز يخرج عن، يبقى الاجابه د مقر لاقامه الاغريق. الاسكندر ما عادش في مصر، ما عادش في اسكندريه. وصلت دوله البطالمه في مصر اقصى اتساع لها بفضل مجهودات في عهد بطليموس الثاني. بطليموس الثاني عمل اكبر امبراطوريه. الراجل ده قال لك ايه؟ اتصل بمنطقه شبه الجزيره العربيه. فلما اجي دايما اكلمك مين اللي اتجه ناحيه الشرق، بقول لك بطليموس الثاني. مين اللي اتجه ناحيه الجنوب، اقول لك بطليموس الثاني. مين اللي اتشابه مع حتشبسوت، تقول لي بطليموس الثاني. مين اللي اهتم بالمجال الحيوي، تقول له بطليموس الثاني. مين اللي شبه مينو، بطليموس الثاني. ترجع تسمية بطليموس الثالث بالخير الصالح. ده طبعا عارفين ان هو بطليموس الاول لقب بالمنقذ، اما بطليموس الثالث لقب بالخير الصالح لان هو واجه الازمات الاقتصاديه وفتح الصوامع على المصريين. فيبقى مش انجازاته العسكريه، الراجل عمل ايه؟ عمل اجراءات اقتصاديه واجتماعيه. لما نروح لبطليموس الثالث طبعا فتلاقي ان الراجل اسمه بطليموس الثالث بيقول لك ايه؟ كان يتمتع بصفات حميده فلقب بالخير الصالح لانه امر باسقاط الضرائب. طالما امر باسقاط الضرائب يبقى هو بيخفف الاعباء الماليه المفروض على الاهالي، ده اجراء اقتصادي. وفتح الصوامع الغلال الحكوميه، الصوامع بتاعت الغلال اللي هما بنحط فيها القمح بتاع الاكل، فتحها للناس. ليه؟ قال لك لان البلد حصل فيها كوارث، وكان محبا للعلم والثقافه. محبا للعلم والثقافه، ده هيساعد على حبه في مدينه اسكندريه. يبقى خد بالك من الحته دي، محبا للعلم والثقافه، حته بين السطور. قول له بطليموس التالت. والدليل ان هيؤدي ذلك لازدهار مدينه اسكندريه عشان المكتبه، ويخلي اسكندريه تبقى مهمه جدا جدا جدا. شهدت مصر خلال بطالمه قدوم اليونانيين الى البلاد. السبب الرئيسي ويرجع ذلك الى استعانه بهم كجنود، خبرتهم، سياسه البطالمه الاداريه. طبعا هما كانوا بيخلوا البطالمه اليونانيين ليه؟ عشان يكونوا هما اللي يمسكوا المناصب، وكانوا عايزين يستغلوا او استثمار اموالهم. فكانت اجراءات اداريه يمسكوا المناصب، وان هم يستثمروا اموالهم دي اجراءات اقتصاديه. وكانوا بيعفوهم من الضرائب. ظهر الاختلاف ما بين الهرم الاجتماعي في مصر في عصر البطالمه والهرم الاجتماعي الفينيقي. طبعا هتلاقي في عهد البطالمه مصر كانت فيه اجانب، فهتلاقي ان اليونان هم الطبقه العليا اللي هم المقدونيين والاغريق، وهتلاقي بعد كده اليهود، وهتلاقي بعد كده المصريين بيجوا في القاع. هتلاقي الجاليات الاجنبيه ليهم نفوذ، يبقى هتلاقي نفوذ كبير للجاليات الاجنبيه. يتشابه وضع الدوله المصريه فتره حكم بطليموس. بطليموس الخامس ده يا جماعه فقدت مصر في عهده الاملاك الخارجيه. طب بسبب مين؟ سياسة أجزوكليس، الراجل اللي هو بالبلدي كده
تمام، لم يتجاوز عمر السبعة اللي هو بطليموس الخامس، فانفرض أجسوكليس بالوصاية على الملك الصغير، وده دار البلد بحجة المصلحة الشخصية، فالبلد تنهار سياسيا واقتصاديا، يعني بدأ إن أحوال البلد تنهار. أجسوكليس ده راجل بيفكر في طموحاته الشخصية، شخص مش أمين خالص، وفقدت مصر معظم أملاكها الخارجية، وده كان شبه عهد إخناتون اللي هو أمنحتم الرابع لما اهتم بالدين وأهمل السياسة. في الترم الأولاني، أهم ما يميز فترة حكم بطليموس الثاني استخدام القوى لتوطيد حكمه، ولا التقرب، ولا سعي التدخل، ولا توجهه نحو المجال. طبعا ألف دي كانت مع بطليموس الأول. تقرب من عامة الشعب المصري دي هاخدها لبطليموس الثالث. طيب سعي التدخل في الصراع للتدخل في الصراع في روما، طبعا ده ممكن أقول كليوباترا أو غيره، يبقى التوجه نحو مجال مصر الحيوي ده بطليموس الثاني، وهي دي الإجابة. ظهر ربط البطالمة الدين بالسياسة، يبقى أقول له صلاحياته ومهام الملك. ليه بقى؟ لأن الملك اعتبر نفسه ملك مقدس، وريث الفرعون، فوريث الفرعون، فهو كده معاه نفس سلطة الملك، معاه السلطة الدينية يعني وريث الفرعون، فهي صلاحياته ومهام الملك اعتبر نفسه وريث الفرعون بأنه ملك إيه؟ مقدس. وجه النقد لنظام الحكم البطلمي في مصر يكمن فيه سلطات الملك المقيدة ولا عدم الفصل؟ قوله طبعا عدم الفصل، لأن سلطة الملك مش مقيدة، سلطة الملك مطلقة، فكان هناك عدم فصل بين السلطات. يعني إيه عدم فصل؟ يعني هو كان صاحب كل السلطات في البلد. شهدت اسكندرية في عصر البطالمة تأسيس منارة اسكندرية لتطوير حركة التجارة، يبقى العمارة لها علاقة بالاقتصاد. من حكام البطالمة شهدت سواحل مصر الشرقية تأسيس العديد من الموانئ، يبقى بطليموس التاني. طب عرفت منين؟ مش الشرق دي بحر أحمر؟ ومين اللي طلع إنها شبه الجزيرة العربية؟ بطليموس التاني. ارتبط ارتفاع مكانة بطليموس الثالث، يبقى بالكوارث الطبيعية زي ما أنا قلت لك من شوية. عمل إيه؟ واجه الأزمات الاقتصادية نتيجة انخفاض منسوب النيل. تمتعت مصر خلال بطليموس الأول بمكانة مميزة، طبعا بمكانة مميزة إن بطليموس الأول اختلف عن الإسكندر بإن لما جه عمل لمصر دولة خلاها مركزية ليست ولاية، هو خلاها مركز الدولة، مركز الإمبراطورية. طبعا في عهد الإسكندر كانت مجرد ولاية لمقدونيا. جاء تعليم المصريين للغة اليونانية. هو قال لك ليه في عهد بطليموس الرابع لما نيجي ناخد الحالة الاجتماعية؟ فيقول لك ايه يا صديقي؟ يقول لك ان في عهد بطليموس الرابع المصريين كانوا عماد القوى الاقتصادية واهل البلاد، هم الايدي العاملة، عشان لو جه قال لك مين دول قول له المصريين. فكان اليونانيين دايما بيعاملوهم سياسة تتعامل بالتعالي، يعني في تفرقة عنصرية، سياسة عنصرية تجاه الحكام، ولذلك كانوا المصريين بيبقوا هم اللي قاع الهرم. ولكن بطليموس الرابع غير وضع المصريين. طب ليه غير وضع المصريين؟ افسح المجال امام المصريين ان هم يتولوا وظائف. طب يتولوا وظائف ازاي؟ يتولوا وظائف زي المحاربين، يبقى وظائف عسكريه، ووظائف في الجهاز الاداري يعني موظفين وظائف اداريه. طب عشان يتولوا الوظائف دي لازم يتعلموا اللغه اليونانيه، فوضعهم الاجتماعي يبدا يتحسن. يبقى هيتحسن وضعهم الاجتماعي. فاقول له يا باشا مركز لدولته. اما هنا بيسالك جاء تعلم اللغه اليونانيه اطلاع على الثقافه؟ لا طبعا، رفع مكانه، عايز يرفع مكانته الاجتماعيه، عايز يحسن وضعه. نستدل من صلاحيات الملك في مصر خلال حكم البطالمة على إيمانهم بفكرة الملكية المقدسة ولا نظام الوراثة لفصل الدين؟ طبعا فكرة الملكية المقدسة. أثرت النشأة الأرستقراطية. طبعا البطالمة دول نشأتهم كانت نشأة غنية، ولاد أغنياء أرستقراطيين، على طبيعة حكمهم عاملة المصريين معاملة سيئة. أنت لا ده أنا ابن، أنت هتجيب نفسك ليه؟ خالف مضمون تلك العبارة. مين الشخص الكويس اللي عامل المصريين معاملة كويسة؟ قال لي بطليموس الثالث طبعا، هو اللي تقرب لعامة المصريين. القاسم مشترك بين اجا سوكليس. السؤال ده اتكرر كتير قوي يا جماعه، ان هما الاثنين بتوع طموحاتهم الشخصيه، فما تنساش السؤال ده مهم جدا، لان كليوباترا هي كمان فضلت طموحاتها الشخصيه على اخوها بطليموس الثالث ال 13 لما اتحالفت مع يوليوس قيصر، واخوها بطليموس ال 14 لما خلصت منه وعينت ابنها مكانه، واتحالفت مع انطونيوس ضد اكتافيوس وبدات تخلص من لما انطونيوس مات هي بدات تنتحر بعدها هي كمان، والموضوع انتهى بان هي طموحاتها واطماعها ادت في النهايه الى انتهاء حكم البطالمه. الأناني بيسمع صوته فقط حتى ولو صرخ الجميع حوله لإيقاظه. اتنين أنانيين، أجيسوكليس وكليوباترا. يبقى أنا أدور على أجيسوكليس وكليوباترا. وصف هيرودوت الشعب المصري بأتقى الأمم، أدرك البطالمة زي ذلك جيدا، فسعوا لكسب ود المصريين. أي الأعمال تخرج عن توجهات البطالمة. طبعا يا جماعة لما نيجي نبص على الحياة الدينية هو كاتب لك كده إن البطالمة أدركوا أهمية العقيدة الدينية، عارفين إن الشعب المصري بيهتم بالدين، فقاموا اهتموا بطريقه تتسامح. يعني ايه؟ حرصوا ان هم يظهروا احترامهم للديانه المصريه،
فبادر بطليموس الأول بتقديم القرابنة للآليه، يبقى اتبع نفس سياسة الإسكندر لما قدم القرابين، وأعاد تماثيل الآلهة المصرية. يبقى هو الراجل رجع التماثيل وقدم قرابين للآلهة. طب هو كده بيعمل كده ليه؟ قال لي مستر أحمد عشان خاطر في ذلك الوقت يكسب ثقة المصريين. عمل العديد من المعابد المصرية اللي ما زال لحد يومنا موجود، زي معبد إدفو ومعبد فيلا، والمعابد دي قلنا كانت في صعيد مصر، يعني كانت في الجنوب، فبالله عليك ركز. خلاص. هو ملاحظ المعابد التي بنيت على الطراز المصري وصوروا نفسهم بملوك الفراعنه بيقدمون القرابين للايه؟ للالهه. فواضح جدا ان معبد فيلا ومعبد ادفو برضه الهدف منها كسب ثقه المصريين. طب وتماثيل الالهه كسب ثقه المصريين. طب وتقديم قرابين كسب ثقه المصريين. يبقى هي في الحاله في كلتا الاحوال مش عايز المصريين يعملوا عليها ثوره، فعملوا دي وعملوا دي وعملوا دي، ولكن ما عملوش جيم اللي هي منح الكهنه صلاحيات الحاكم، ما عملوهاش، تخرج عنه. السبب الرئيسي لانتهاء حكم البطالمة في مصر يرجع إلى الأطماع السياسية. طبعا الأطماع السياسية اللي هي أطماع كيلوباترا. الخطوة الأولى التي اتخذتها روما لتكوين إمبراطورية. روما لما جت تكون إمبراطورية حد فاكر عملت إيه؟ قال لي دخلت في حروب مع جيرانها. جيرانها يبقى حروب مع جيرانها دي تدعيم نفوذها العسكري. تعدلت عوامل ازدهار التجارة الخارجية في بلاد روما يخرج عن عوامل ازدهار حركة التجارة. طبعا السؤال ده لذيذ يا جماعة ومحتاج تركيز. لما تيجي تاخد الحضارة الرومانية وتاخد التجارة هتلاقي مكتوب لك كده بالنص: يرجع ذلك إلى إيه؟ التجارة ازدهرت في عهد أغسطس مبدئيا كده، اللي هو لما أجي أسألك ليه ازداد النشاط التجاري في عهد مين؟ في عهد أغسطس. طب أغسطس ده إيه؟ الإمبراطور. يبقى كان في عهد الإمبراطورية بسبب هيمنة الإدارة المركزية في الداخل والخارج، يعني سيطرة أغسطس، تأمين الملاحة بفضل قوة الأسطول إن هم قضوا على القراصنة، فتح أسواق جديدة في أفريقيا وأسبانيا الجنوب والغرب، إعطاء الفرصة من القرطاجة، يبقى استفيدوا من قرطاجة أهل الخبرة اللي هي بسبب نشاطها الاقتصادي، وعشان كده أصبح البحر المتوسط طريق داخلي لربط الولايات الرومانية. الكلام ده في عصر الإيه؟ الإمبراطورية. طيب وكمان قلنا إن السفن التجارية كانت متقدمة عن السفن اليونانية، ده غير إن هم كانوا بيعملوا إيه؟ العملات التجارية. فتأمين الملاحة صح لما قضوا على القراصنة، تفوق الأسطول الروماني صح متفوق على الأسطول اليوناني، نشاط قرطاج صح، وضع قوانين لضبط الأسواق لا تخرج عنها. هي دي الإجابة. جاء احتلال الروماني لمقدونيا في بلاد اليونان من حدودها إيه؟ طبعا لما تيجي تبص معلش يعني هتلاقي إن روما إيه موجودة راحت تحتل بلاد اليونان، يبقى هي كده جت من أنهي؟ جت من جهة إيه؟ جت من جهة الغرب، يبقى من حدودها الغربية اتوسعت نحو الشرق. استخدمت الصناعات المعدنية في بلاد روما بصفة أساسية. بص المعادن كانت بتعمل حاجتين، يا اما بتعمل، والله كاتب كل ده في الملزمه، يا اما المعادن كانت بتصنع اسلحه، يا اما بتصنع عملات. فيا اما اقتصاد يا اما امن قومي. يبقى انا مش فيش عملات فاخد التوجه الحربي اللي هي صناعه الاسلحه. كان وجه شبه كبير في نظام ملكيه ارض قديما عند الرومان، كانت ملكيه فرديه، ودي كان شبه بلاد العراق لان الملكيه في بلاد العراق كانت ملكيه فرديه، يبقى شبه ما بين النهرين. استطاع الرومان تكوين امبراطوريه كبيره عن طريق القوى العسكريه، لان هم عرفوا يعملوا امبراطوريه لما دخلوا في حروب. ارتبط استخراج الذهب والفضه، لسه قايل لك ان روما كانت بتاخد الذهب والفضه تعمل بيه عملات، صح؟ قال لي يبقى تسهيل المعاملات التجاريه. وبيقول لك في روم بتطور صناعي لانه ساهم بشكل كبير في نقط. اصل الذهب والفضه مش هعمل بيها اسلحه يا جماعه، الذهب والفضه هيطور الصناعه لان هيعمل لي عمله، بس العمله يعني صناعه ايه بس هتفيد التجاره، فيبقى الصناعه ادت لاصدار التجاره. يعد المحصول الاستراتيجي للرومان. اهم محصول عند روما كان بيوفر ليها الامن الغذائي هو المحصول المسؤول عن الاكل اللي هو القمح. اصبح البحر المتوسط بحر داخلي بين الولايات الرومانيه في اعقاب، يبقى في اعقاب لما انا خدت مصر، في اعقاب الامبراطوريه يبقى ضم املاك بطليموس بن لاجوس، لان مصر هي املاك بطليموس. حتى هنا قال لك ايه؟ قال لك وهكذا اصبح البحر المتوسط طريقا داخليا للربط بين الولايات الرومانيه. يبقى الكلام ده يحصل في عهد الامبراطوريه. طب في عهد الامبراطوريه هتيجي بعد ما ضم مصر اعلنا الامبراطوريه. طب فين مصر؟ مصر اللي هي املاك بطليموس بن لاجوس. رغم ضم روما لقرطاجة وأنها أصبحت جزء من إمبراطوريتها، لأن روما منحتها بعض المميزات في النواحي. لسه قايل لك من شوية إن روما هتستفيد من قرطاجة في النشاط التجاري، يبقى هتستفيد من قرطاجة في النشاط الاقتصادي. لم يشكل القراصنة تهديد لتجارة روما. طب ليه القراصنة هنا اتقضى عليهم؟ بصوا يا جماعة الأسئلة إيه؟
تم تأمين الملاحة بفضل قوة الأسطول، فكده مفيش قراصنة، مش عاملين خطر، يبقى بفضل قوة الأسطول، يبقى قوة الأسطول روماني. أنا هوريك إزاي تطلع السؤال من الإجابة من كتاب. أصبحت روما سيدة العالم القديم بلا منازع بضمها مصر على طول. يبقى فين مصر يا جماعة؟ أين تقع مصر؟ مصر تقع شمال شرق أفريقيا. بتحليل خريطة توسعات روما تجد أن الإمبراطورية الرومانية امتدت لثلاث قارات. ثلاث قارات يعني أنا خدت مصر لأن هي قارة أفريقيا، وخدت قرطاجة، وخدت آسيا، وخدت اليونان، وخدت اللي هي روما، وخدت كمان مقدونيا، وخدت سوريا. طب المناطق دي معظم التوسعات دي تمت في العصر الجمهوري. قال لي طب والكلام ده ما حصلش في عصر الإمبراطورية؟ حصل، بس هو عايز كلمة أول مرة، أول مرة يبقى العصر الجمهوري. اتصفت علاقاتها تجاه الشعب المصري بالتناقض الواضح، أي إن الشخصيات الآتية عصر دولة البطالمة ينطبق عليها مضمون مطابق. عايز شخصيتين عكس بعض، بطليموس الأول والتاني لأ، التالت وأجيسوكليس صح، التاني والتالت لأ، سوكليس والرابع لأ. يبقى أنا رايح للتالت عامل المصريين معاملة كويسة، لكن أجيسوكليس أساء استغلال الموارد في البلاد، فانهارت البلاد سياسيا واقتصاديا. خرجت حملات الإسكندر عن إطار الحملات العسكرية التقليدية بفضل نقط أو بسبب اهتمامه بيه. طبعا اسكندر خرج عن الكلام ده يا جماعة نتيجة إن هو اهتم ببناء المدن زي مدينة اسكندرية. فأنت واحد جاي تعمر كده، جاي تعمر، الدليل إيه اللي يثبت إن أنت مش حملة عسكرية تقليدية جاي تدمر؟ لا، أنت جيت بنيت. نستنتج من دراسة يعني مثلا سنحريب دخل دمر بابل، أما ده جه بنى مدينة. نستنتج من دراسة الحكم الروماني لمصر أنه صدمة حضارية وثقافية؟ لا. أنه نموذج يقتدي به في الإدارة والحكم؟ طبعا لا. أنها صورة من صور الاستغلال الروماني الاقتصادي. ليه يا باشا؟ لأن هو كان بيعبر عن فرض الضرائب. ساهمت سياسة الطبقة الأرستقراطية في سقوط النظام السياسي الملكي في كل من. طيب الطبقة الأرستقراطية دي يا شباب هي اللي عملت ثورة على النظام الملكي. فين؟ تعال أقول لك فين. في أثينا. مش هي اللي عملت ثورة، بس في أثينا هي اللي كانت مسيطرة على الحكم. فالنظام الأرستقراطي في أثينا أدى إلى زيادة الفقر، فالشعب ما سكتش، فحصل تحركات شعبية. فسولون ما سكتش، فسولون طلع عشان يرضي الشعب، أما غير النظام السياسي من أرستقراطي لنظام جمهوري. دي نقطة. طيب هما الأرستقراطيين أصلا عملوا ثورة على مين؟ قال لي والله يا مستر أحمد الأرستقراطيين دول عملوا ثورة على الملك تركينيوس. يبقى أنا نقول يا جماعة إن كده الأرستقراطيين تسببوا في سقوط النظام السياسي الملكي في كل من روما وأثينا. يعني حتى بص، وعايز ربط، لو رحنا الدرس اللي فات بتاع أثينا وكمان عندك روما، لو جه قال لك مين الملك اللي حصل له ثورة من الأرستقراطيين، ما تنساش بالله عليك لان الحته دي ما بين السطور. هيقول لك هنا ان قام النظام بعد الثوره على الملك مين؟ تركينيوس، لعدم احساسه بمعاناه الشعب وتعديه على التقاليد الرومانيه. خد بالك عشان السؤال ده ممكن يجي لك هو ليه عملوا ثوره. احفظها، احفظها بالله عليك، احفظها. عدم احساسه بمعاناه الشعب، تعديه على التقاليد الرومانيه، تعدى على التقاليد، عشان كده حصل له ثوره وسقط النظام. فيبقى الاجابه مين يا جماعه؟ روما واثينا. فسقط الملك وجه النظام الايه؟ الجمهوري. ماشي. والارستقراطيين برضه هم اللي جم بعد النظام الملكي في اثينا كمان، لان كان نظام ملكي بعد كده ارستقراطي بعد كده جمهوري. يعني هو حتى عايز سقوط النظام الملكي. ايه هي روما واثينا برضه؟ ارتبط عدد ادنى الطبقات المجتمع الروماني. طب ما نروح المجتمع الروماني اللي هم المصريين طبعا ونشوف ادنى الطبقات. ادنى الطبقات اللي هم مين؟ اللي هم العبيد. طيب نروح المصريين ده في احوال مصر تحت الحكم الروماني. اما هو عايز روما نفسها. العبيد دول مين؟ قال لي اسرى الحروب، فقدوا حقوقهم الاجتماعيه والسياسيه وشكلوا ازمه داخل المجتمع. يبقى لو قال لك مين اللي عملوا ازمه داخل المجتمع، ممكن تيجي في الامتحان اسرى الحروب او قاع الهرم او العبيد. ازمه داخل المجتمع، الحاجات دي كتاب المدرسه بيشتغل عليها، فلازم تركز عليها بالله عليك. طيب ارتبط اعداد، هل اسرى الحروب دول بيجوا نتيجه ايه؟
نتيجة السياسة الخارجية اللي هي الحروب اللي هي سياسة روما الخارجية. يظهر وجه الشبه بين مجلس الشيوخ في العصر الملكي عنه في العصر الجمهوري في روما من خلال. طب ركز معايا، مجلس الشيوخ في العصر الملكي تمام كان هيئة ملهاش لازمة، ولكن يتكون من الأرستقراطيين. طب وفي العصر الجمهوري يتكون من الأرستقراطيين بس هيئة معاها كل السلطات، فسلطاته التشريعية مختلفة. يبقى الإجابة طبقات تكوينه. وجه النقد للموجه للنظام الجمهوري في روما يتمثل في طريقة تعيين القنصلين ولا صلاحيات الطبقة الأرستقراطية؟ دور النقباء القضاء على النفوذ. يبقى صلاحيات الطبقة الأرستقراطية، لأن الطبقة الأرستقراطية اللي هو مجلس السيناتو اللي هو مجلس الشيوخ كان يا صديقي يتمتع بكل السلطات ما عدا السلطة الدينية. اختلفت الحضارة الرومانية عن الحضارة الفرعونية بالنسبة للزراعة. هتلاقي إن الروما اختلفت عن الفرعونية بالنسبة للزراعة في نظام الملكية، علشان روما كانت ملكية فردية. انتقلت معظم سلطات الملك عند ظهور النظام الجمهوري. راحت لمين بقى؟ راحت للارستقراطيين، يبقى الزعماء الارستقراطيين. راحت للزعماء الارستقراطيين لانك هتلاقي ان كل سلطات الملك هناك كان بقى فيه في النظام الجمهوري قنصلين، والقنصلين ما لهمش اي ستين لازمه، فاحنا هنا يا باشا الزعماء الارستقراطيين. انتهى القسم الشرقي للامبراطوريه. طبعا يا جماعه بص، لو قال لك القسم الغربي حاجه ولو قال لك القسم الشرقي حاجه. القسم الشرقي في القرن ال15 اللي هي 1453 اللي هي القسطنطينيه، ودي اللي فتحها محمد الفاتح اللي هو محمد الثاني، يبقى دي الاتراك. طب لو قال القسم الغربي يبقى البربره. تعددت عناصر الحكم في اول الانظمه السياسيه في روما ويستثنى من تلك ذلك. طيب أول الأنظمة السياسية اللي هو النظام الملكي، وده كان 3: ملك وسيناتو وجمعية الأحياء. يستثنى من ذلك نقباء العامة، لأن نقباء العامة كانوا في النظام الجمهوري وكانوا هيئة قلنا عليها هيئة تنفيذية، وقلنا نقباء العامة قصدي همزة وصل، همزة وصل مع الشعب. بص كده هتيجي لما تاخد في النظام الجمهوري هتلاقي جمعية الأحياء، مجلس الشيوخ، والملك. خد بالك من الملك ان هو بيحكم مدى الحياة، خلاص، وركز بالله عليك عشان الحته دي مهمه. وخد بالك ان جمعيه الاحياء اللهم صل بينا على النبي، بالك حتى هنا قال لك وكما حدث في اليونان فقد قرر ارستقراطي سلب الملك سلطاته وتوزيعها عليهم بالفعل. يعني ممكن يقول لك الارستقراطيين عملوا كده فين؟ عملوا كده في اثينا، خلاص، وعملوا كده في روما. يبقى السؤال اهو جاي من كده، عملوا كده في اثينا وعملوا كده في روما واسقطوا النظام الملكي. فهم الارستقراطيين سبب اسقاط النظام الملكي في الاثنين، فخدوا كل السلطات بتاعه الملك تركينيوس، فبقى قنصلين بيتم اختيارهم بواسطه الشعب. يعني الشعب هو اللي بيختار القنصلين. خد بالك مجلس الشيوخ مع كل شؤون البلاد السياسيه والتشريعيه والاقتصاديه والعسكريه، يعني عدم الفصل بين السلطات، ما هوش بس السلطه الدينيه. جمعيه القبائل دي جمعيه شعبيه عادي تعقد بناء على دعوه من احد النقباء العامه. امال جمعيه الاحياء لا، دي تعقد بامر من الملك، بيناقشوا امور الشعب، فهي هيئه استشاريه. هنشرح تاني والله. دول بيبلغوا العامه باوامر الحكومه، بيبلغوا الحكومه باوامر العامه، قصدي بيبلغوا الحكومه بمشاكل العامه. فدول هو همزه وصل مع المدنيين او بنقول عليها اقرب للشعب. بس الذي يمتلك القدره، لو قال لك مين اللي بيمتلك القدره على تحقيق مطالب الشعب، اقول له النقباء العامه ولا مجلس الشيوخ؟ قول له مجلس الشيوخ طبعا، عشان هو انت بتقول لي القدره. يستثنى من سلطات مجلس الشيوخ خلال عصر النظام الجمهوري، لسه قايلها لك من شويه، السلطه الدينيه. الطبقه التي كانت سبب في سقوط اهو روما واثينا، لسه قايلها لك، الارستقراطيين. تشابهت بعض مجالس الشيوخ في روما مع مهام مجلس الشيوخ عند مين؟ طب مجلس الشيوخ هنا في النظام الجمهوري بيشرع قوانين، وده نفس مجلس الشيوخ اللي في سبارتا، لان سبارتا بيتكون عندك من ايه؟ فاكر؟ بيتكون من ملكين برضو، وبيتكون من مجلس شيوخ 300 اللي هو 30 عضو 28 بالاضافه للملكين يبقوا 30، وبيتكون من حاجه اسمها الرقباء الشعبيون والجمعيه الشعبيه. والرقباء الشعبيين دول اللي قلت لك كان عندهم اختصاصات تنفيذيه واختصاصات قضائيه، وبيتعاملوا مع المدنيين وبيجددوا كل سنه. بدراسة عوامل سقوط النظام الملكي تجد أنه سقوطه جاء نتيجة عدة عوامل. تعدي على العادات والتقاليد، صح، لأن هم اتهموا تركينيوس بأن هو تعدى على العادات والتقاليد الرومانية وأن هو ما بيهتمش بالشعب،
وان هم طمعانين، الارستقراطيين اصلا عندهم اطماع ان هم يسيطروا على السلطه، ولكن الحروب على يعني يبقى دي صح ودي صح ودي صح، ولكن هو عايز عوامل تخرج عن يبقى الحروب والصراعات مع جيرانهم. أثرت سياسة روما الخارجية سلبا بصورة كبيرة على طبقات المجتمع، وكان أكثر الطبقات تأثرا. طالما قال لك سياسة روما الخارجية يبقى أنا قلت لك الحروب، والحروب دي أثرت على العبيد. طب العبيد والأشراف لا، الأشراف والكهنة لا، الحرفيون صح بس مش الكهنة، يبقى الحرفيين والعبيد. طب اشمعنى الحرفيين؟ لأن قال لك الحرفيون والتجار عاشوا أوضاع اقتصادية صعبة في العصر الجمهوري بشكل كبير بسبب الحروب. أدرك أول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية أن أمن بلاده يكمن فيه. طبعا أنت لما تيجي تبص على أكتافيوس فقالها لك بالنص كده، إن أكتافيوس قال لك إيه؟ قال لك إن أمن روما القومي يتمثل في اللي هو أكتافيوس إنهاء الانقسامات ما بين القادة العسكريين والرومان. يبقى هو بينهي الانقسامات، يبقى بيوحد، وده دليل إن الفترة اللي قبل ما يجي كان في صراعات، يبقى هو أنهى الانقسامات عشان يحقق سيطرته على الحكم، إعادة الأمن في ربوع الإمبراطورية، تمام، والمحافظة على أملاك روما في الشمال والشرق، وركز على كلمة الشمال والشرق، وتحقيق العدالة. بس شكرا، يبقى أنا كده يا باشا هروح للكلام ده. يبقى تحقيق العدالة صح، وإنهاء الانقسامات صح، محافظة على الأملاك صح، إصدار الأحوال الاقتصادية هي اللي تخرج عنه. مثل الوسطاء بين الشعب والدولة والنقابة العامة، سهل جدا، لأن قلت لك هم همزة الوصل في النظام الجمهوري. أمال جمعية القبائل؟ لا تعالى، جمعية القبائل يا حبيبي لما نيجي عندها هو يعقد بناء على دعوة من أحد، ده تطور للجمعية الشعبية، تعقد بناء على دعوة من أحد نقباء العامة. طب وجمعية الأحياء؟ تعقد بناء على أمر من الملك. أضعف عناصر الحكم في النظام الملكي طبعا الملك قوي، ومجلس الشيوخ مش قوي، بس جمعية الأحياء أضعف بكتير. جمعية القبائل مش موجودة في النظام الملكي أصلا، يبقى الإجابة جمعية الأحياء. تزامن ازدهار الشعر. بص، الشعر في بلاد اليونان ازدهر في عهد الإمبراطور أكتافيوس. أكتافيوس اللي هو أغسطس. طب فرجيل كان شاعر اتكلم عن قصة تأسيس روما، يبقى اتكلم عن قصة بطولات روما في العصر الملكي. يعتبر بعض المؤرخين أن استرابون مؤرخ يوناني. طب هو ليه مؤرخ يوناني رغم إن هو أصلا من أصول رومانية؟ عشان لما جه اتكلم باللغة اليونانية. طب الراجل ده اتكلم عن مصر امتى؟ استرابون اتكلم عن مصر من فترة 20 ل 25 اللي هي فترة الحكم الروماني، بس هو اتكلم عن مصر باللغة الايه؟ مؤرخ يوناني، لأن هو اتكلم باللغة اللي كتب باللغة اليونانية. عشان كده قال لك اللغة اللي استخدمها في الكتابة هي من جعلته يصنف أنه مؤرخ يوناني رغم أنه مؤرخ روماني. سقطت آخر حضارات العالم القديم خلال القرن الخامس. طالما قال لك القرن الخامس الميلاد، آخر حضارة اللي هي الرومان، يبقى روما سقطت على إيد البربرة. يبقى هي يا جماعة قال لك روما الشرقية غير روما الغربية. لما أجي أقول الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 406 سقطت على إيد البربر، وبذلك سقطت آخر حضارات العالم القديم. يبقى لما أقول العالم القديم يبقى على إيد البربر. أما الإمبراطورية الرومانية الشرقية أول ما أشوف دي هقول له لا، دي انتهت بالسلطان العثماني محمد الثاني اللي هو محمد الفاتح بالسيطرة على مدينة قسطنطينية، وده القرن ال 15. نتج عن تحالف الطبقة الثالثة مع طبقات المجتمع. بص برضه لما تيجي تدرس الطبقات حاجات ما بين السطور هيقول لك ان الطبقة الثالثة اللي هي مين؟ اللي هي العامة والمزارعين، اشتركوا مع طبقة التجار والحرفيين، يعني اشتركوا مع التانية. طب اشتركوا مع التانية عشان يخشوا في صراع ضد الأشراف، في الصراع السلمي ضد الأشراف. طب هم عملوا كده ليه؟ عشان ياخدوا حقوقهم السياسية والاجتماعية، يبقى عايزين يحسنوا مكانتهم، يبقى هم عشان يرفعوا مستواهم الايه؟ الاجتماعي والاقتصادي. الطبقة التي أخذت على عاتقها القيام بالتغيير السياسي من النظام الملكي للنظام الجمهوري الأرستقراطيين، هم اللي أسقطوا النظام الملكي. وجه الشبه بين الحضارة المصرية والحضارة الرومانية في بعض النواحي الدينية، وقلنا تقديس الحكام، لأن روما ظهرت عندها حاجة اسمها عبادة الأباطرة. فتلاقي يقول لك إيه؟ إن هم اهتموا بحاجة اسمها عبادة الأباطرة لأغسطس وتيبيروس. ده يا جماعة كان تقليدا لمين؟ قال له والله يا مستر أحمد تقليدا بمصر، تقليدا للحضارة الإيه؟ المصرية، نتيجة تأثر بتقديس الفراعنة عبادة اسمها الأباطرة. طيب، ارتبطت أهم الفنون وأعظمها عند الرومان ارتباطا وثيقا بعلم. أهم الفنون فن العمارة، يبقى ده مرتبط بالهندسة، لأنك لما تيجي تاخد الفنون قال لك إيه يا باشا؟ تعالى كده، بلغت العمارة
تمام، درجة كبيرة من الإتقان، فأصبح فن العمارة هو مظهر فني للدولة وجاء مزيجًا من العمارة اليونانية والمصرية، يبقى ده فن العمارة كان بيعبّر عن التواصل الحضاري، يبقى مدى الآثار الموجودة بتعبّر عن التواصل الحضاري، غير إن الرومان عملوا مدن كتيرة جدًا يعني، كان متأثرين بيها بالحضارة المصرية. طيب تعالَ يا عم، أقام الرومان العديد من المنشآت لتخليد انتصارات الأباطرة، عايزك السؤال ده تكتب عليه مهم، 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 حاجة اسمها أقواس النصر. تتشابه مع المسلات في العراق. المسلات في العراق كانوا بيخلدوا عليها الانتصارات ويسجلوا عليها رحلات الصيد. أقواس النصر برضو كانوا بيسجلوا عليها بيسجلوا عليها الانتصارات. طب أقواس النصر دي كانت بتأكد على إيه؟ قول له روعتين نقوش. لأن هنا يا شباب لو رحنا بص هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك ومن روائع فن النحت الروماني النقوش الموجودة على أقواس النصر التي تخلد انتصارات القادة العظام والأباطرة وأجملها قصر الإمبراطور تيتوس. يبقى ظهرت الأقواس النصر في العهد إيه؟ في عهد الإمبراطورية، فركز عليها. أدي واحد. طيب قال لك من روائع فن النحت الروماني الموجودة كانت إيه؟ قال لك في النحت النقوش الموجودة. طب النقوش اللي أنت شايفها دي كده دي نقوش جوه ولا غائرة؟ نقوش غائرة طبعا. نقوش غائرة، يبقى أنا يا باشا أقول له دي النقوش البارزة أو النقوش الغائرة. آسف، نقوش بارزة، يبقى روعة النقوش البارزة. أما الخيال الكبير لا يا باشا. الواقعية الشديدة حبيبي، الواقعية الشديدة ملهاش علاقة بالأقواس، لها علاقة بنحت التماثيل اللي هي التماثيل الشخصية. دقة الرسم لا. يعد أعظم ما تركته روما في الحضارة العالمية قلنا فن العمارة. جاء فن العمارة يؤكد لسه قايلك من شوية على التفاعل الحضاري. نستدل من وجود معبد إيزيس في روما على دور المصريين في تشييد عالمية المعبودات طبعا. ليه بقى يا جماعة؟ لأن إيزيس لما نيجي نبص عليها، إيزيس دي معبودة عالمية ظهرت في اليونان وظهرت في فينيقيا وظهرت في مصر، وهي طبعا من اليونان انتقلت لروما، فده دليل إن هي عالمية. انتهى تقديس الشعب في روما لعبادة حكامه. طبعا الشعب كان بيعبد العباطرة لحد ما ظهرت الديانة المسيحية. الديانة المسيحية شريعة من شرائع السماوية بتحرم انك تعبد انسان، يبقى لحد ما ظهرت الديانة المسيحية، لان عبادة العباطرة تتعارض مع الشريعة المسيحية. لعب الاغريق دورا هاما في الفنون الرومانية من خلال، بص يا معلم لازم تفهم دي، العمارة والتصوير. ليه؟ لان العمارة الاغريق خدوا العمارة من مصر وادوها للرومان، فتلاقي العمارة الرومانية أصلها عمارة إغريقية مصرية. طيب بالنسبة للتصوير انتقل الرسامين اليوناني الإغريق لروما، وفي نفس الوقت المصورين الإغريق انتقلوا لروما، فروما أصلا قايمة عن نتيجة تواصلها مع الإغريق. ظهرت الواقعية الشديدة، لسه قايلك من شوية التماثيل الشخصية. ليه؟ لأن النحت عندهم يا جماعة لما نيجي نبص على النحت قال لك أهم ما يميز واقعيته الشديدة خاصة في نحت التماثيل الشخصية. نص الكتاب إيه؟ زي رأس القيصر المصنوع من حجر البازلت وتمثال بومبي. فلما يجي يقول لك تمثال بومبي يؤكد على الواقعية الشديدة. يبقى النحت عندهم كان يفتقد إلى الخيال. بص العمارة هنا المعبد، معبد البنسون، تأثره بالعمارة اليونانية في طراز الأعمدة، والأعمدة دي أصلا شبه مصر، عشان كده العمارة هي يونانية ومصرية انتقلت لروما. طب ونقوش العمود ترجان ده قلت لك عبارة عن زخارف في صلصال محروق، فدي صناعات فخارية. تميزت فنون الحضارة بالبراعة في النقوش البارزة، أي إن الآتي يستثنى: عمود ترجان تمام، جدران المعابد تمام، قصر تيتوس تمام، أما رأس بومبي غلط، لأن رأس بومبي نحت ليست نقوش. فأنت لما تيجي تبص على عمود ترجان أو عمود ترجان والصلصال المحروق على جدران المعابد، خلاص دي اسمها النقوش البارزة، وأقواس النص دي نقوش بارزة. يبقى النقوش البارزة 3، أدي 1 2 3 اللي هي أقواس النص. أما النحت التماثيل فهي مش نقوش بارزة. تشابه وضع الكهنة في روما. بص يا جماعة، وضع الكهنة في روما لم يكن لها مكانة مميزة. ليه؟ بسبب ارتباط الدين بالدولة، فوضعهم كان ضعيف. تمام. طب شبه مين؟ شبه إخناتون، لأن إخناتون أضعف كهنة آمون، سلب منهم الشخصيات بتاعتهم. أهم ما يميز الحياة الفنية الحضارة الرومانية القديمة
طبعا اهم ما يميز الحياه الفنيه اللي هو فن العماره، فده نتيجه التواصل ان هم اصلا اتاثروا بينا. اي من الآتي استخدم الرومان القديم فن التصوير والرسم؟ قلنا الاغريق، بس هو بيسالك تصوير ورسم. روح بقى الحته الاخيره دي، اشرح لك كل ده تاني والله. هيقول لك ان فن التصوير القديم والرسم ازدهر نتيجه انتشار لحاجه المسكن الروماني الى تجميل الحوائط. كانوا بيجملوا الحوائط من الداخل، واستخدموا المصورين الاغريق في تزيين الجدران، بينقلوا الطبيعه من بره من خارج المسكن جوه المسكن. واهتموا بزخرفه ارضيات الاحجارات اللي هي الارض يعني، بلوحات الفيلسفاء، ودي بتحمل مناظر معبرة ما بين عادي إنسان وما بين مناظر تانية. فالفن ده بيجمع بين الواقع والخيال، اللي هو فن الفيلسفاء ده. فطبعا لما اجي ابص على المساكن اللي هي مقر المعيشة، ارتبطت عبادة الإله جوبيتر. جوبيتر ده كان ليه علاقة بالسماء، يبقى ليه علاقة بالفلك. خد بالك عشان الحتة دي بين السطور ممكن نشبهه بالمعبد إينو تقريبا، إله السماء. يستثنى ان المنشآت المعمارية الرومانية التي تأثرت بالحضارة المصرية في عاصمة ايه؟ البطالمة. طيب ايه الحاجات اللي ملهاش علاقة بالحضارة المصرية؟ البوابات، المعابد، المسارح، المساكن. قولوا مساكن. ظهر ارتباط الدين بالدولة من خلال ضعف مين؟ قولوا ضعف الكهنة. الأباطرة ما كانوش ضعاف. أهم مظاهر الحضارة الرومانية تعتبر مزيجا من الحضارة ايه؟ لسه قايل لك من شوية. خلاص بقى الأسئلة بقت سهلة، يونانية ومصرية. تعالى بقى نبدأ نخش على الأسئلة اللي جت في المحافظات. أن صانعي الزجاج بالإسكندرية كان لديهم أسرار خاصة بهذه الصناعة، وأن تربة مصر شكرا تحتوي على مادة اللي هي الرمال البيضاء، وده براعة في علم الكيمياء. يبقى وفرة المادة الخام المحلية اللازمة على الصناعة اللي هي الرمال. يعد من الأعمال الدينية ذات البعد السياسي وقيام بطليموس الأول في مصر بيه. إيه اللي عمله بطليموس الأول يا جماعة؟ بناء معبد لله آمون؟ لأ. تقديم قرابين للمعبودات؟ صح. اختلف بطليموس الأول عن الإسكندر. طبعا بطليموس الأول كان عامل مصر هي المركز بتاع الدولة، وطبعا ما توسعش في المناطق اللي توسع فيها يعني الإسكندر، فحدود الدولة مختلفة يعني. طب انتقلت فكرة تقديس الحكام إلى روما بعد ما استولوا على مين؟ بعد ما خدوا مصر طبعا، لأن هي مصر هي اللي عندها فكرة الملك المقدس، خدتها عن طريق وسيط اللي هي روما. اختلفت مصر كولاية رومانية عن باقي ولاياتها. قلت لك إن مصر ذات موقع تتحكم في طرق التجارة العالمية، وفي نفس الوقت عندها وفرة من إنتاج الحبوب. قدراتها الاقتصادية، مصر بتنتج كميات كبيرة جدا من القمح، فبتوفر الأمن الغذائي لروما، فيبقى وفرة إنتاجها الزراعي من الحبوب الغذائية. وده اللي خلى مصر يحكمها مش أي حد، وتاخد مكانة مميزة مش زي بقية الولايات. اهتم البطالمة أثناء حكمهم لمصر بتنمية مواردها من أجل نشر الحضارة الهلينستية ولا توفير الاحتياجات المصرية. طبعا أنا ليه عايز أنمي الموارد؟ لأن أنا كبطالمة عايز أعمل إيه؟ عايز أبدأ أخش في حروب وأعمل إمبراطورية وأخدم حركة التجارة وأبدأ أثر في سياسة العالم. فطبعا الكلام ده كله ليه علاقة بالسياسة الإيه؟ السياسة الخارجية. عمل الإسكندر الأكبر على توطيد سيطرته في مصر أرض الشعب المصري. يبقى عليه اهتم ببناء المدن؟ هو اهتم ببناء المدن، بس ده مش توطيد سيطرة. توطيد السيطرة العسكرية على البحر المتوسط حاجة، وتوطيد سيطرته على مصر إن شعب مصر ما يقاومهوش. يبقى عمل على إرضاء الشعور الديني للمصريين. توسعت روما قديما في قارة آسيا. طيب روما يا جماعة لما جت تخش آسيا دخلتها إمتى؟ دخلت آسيا يا حبيب قلبي ساعة سوريا. طيب يبقى قضت على السلوكيين في سوريا، والكلام ده كان في العصر الجمهوري. بص يا جماعة، سيبك خالص، سيبك من الخريطة خالص، لا بتاع كتاب المدرسة ولا كتاب الامتحان. خليك معايا. سوريا، قرطاجة، يونان، مقدونيا، مصر. كل ده سعادتك في العصر الجمهوري. حلو كده. اما شبه جزيرة ايطاليا هي في العصر الملكي. خلاص. يبقى توسعت روما قديما. العراق انا بقول لك امبراطورية، يعني العراق امبراطوري، كان امبراطور هادريان اصلا، بس مش عندك يعني. يبقى توسعت روما قديما في قارة آسيا أثناء العصر الملكي، العصر الجمهوري، العصر الإمبراطورية. أقول له طبعا في العصر الجمهوري. ساحل شرق البحر المتوسط العصر الجمهوري. ينطبق مضمون يدعي المحتل دائما أنه قادر لنشر الثقافة وإقامة العدل وتشييد المصانع في المستعمرات وإنقاذها من الاتجاه. طبعا مين اللي جه قال لهم أنا مش جاي أحتلكم، ده أنا جاي أخلصكم من حكم الفرس؟ ده طبعا الإسكندر الأكبر. استحدث الرومان أثناء حكمهم لمصر الاعتماد على النظام. بص بقى يا معلم، الرومان عملوا حاجة اسمها يا جماعة الخدمات الإلزامية، ده بجانب الضرايب. ما ينفعش اقول ان هم استحدثوا الضرايب، اصل اليونان كانوا بيفرضوا ضرايب،
ولكن عايز استحداث يبقى السخرة اللي هي الخدمات الإلزامية، اوعى تختار الضرايب بالله عليك. السخرة دي هو يسخر الشعب يقدم خدمات إلزامية من غير مقابل، يبقى هم كانوا بيستغلوا الشعب المصري أسوأ استغلال. حرص البطالمة على حسن استخدام الموارد والحفاظ عليها. حسن استخدام الموارد، هل هو يا جماعة هيبدأ في ذلك الوقت يستصلح أرض ولا يحافظ؟ قال لي يحافظ، يبقى الدورة الزراعية. أمال وسائل الري الحديثة؟ لا، وسائل الري الحديثة يبقى أنا بتكلم على استخدام استصلاح مساحات واسعة من الأرض الزراعية. أما طالما حضرتك قال لك عايز يحافظ بس على الموارد، عايز يحافظ على جودة الأرض، يبقى دورة زراعية. اتسم النظام الملكي كأحد أنظمة الحكم في روما بنقط. قول له عدم وجود فصل من السلطات لأن الملك كان معاه كل السلطات. تمتع الأرستقراطيين كانوا يعني هو بيقول لك عايز اتسم يعني يوصف بإيه؟ تمتع التجار المصريين بحرية التجارة الداخلية، ده طبعا أكيد في عهد النظام الإمبراطوري، لأن الإمبراطورية هي اللي بدأت تحقق الحرية وتهتم بيه حركة التجارة. يعد عصر الحكم الروماني لمصر امتدادا لدولة البطالمة، وظهر ذلك من الخلال نقط. طبعا عصر الحكم الروماني لمصر امتدادا لدولة البطالمة ظهر ذلك من خلال الحفاظ على التقسيم الإداري، احتفاظ اسكندرية بدورها السياسي والثقافي، الاعتماد على الإغريق في الحكم. طبعا يا جماعة أقول له احتفاظ اسكندرية بدورها السياسي، واحد يقول لي ليه؟ لأن اسكندرية ظلت في عهد البطالمة وفي عهد الرومان هي العاصمة، وفضل جامعة الإسكندرية برضو محتفظة بمكانتها، يعني ظلت اسكندرية مكانا كبير جدا بيجمع الناس من كل العلماء من كل حتة. أي الصناعات الآتية وجدت في الحضارة الرومانية وخلى وجودها في الحضارة الفرعونية؟ يقول له صناعات العملات، لأن مصر ما كانتش بتصنع سك العملة. فعاد بطليموس الأول مركزا للحكم بعد أن كانت ولاية مصر طبعا. فبعد أن كانت ولاية تابعة لمين؟ يبقى مصر كانت ولاية تابعة لمقدونيا. يوجد ارتفاع بين شعبية بطليموس الثالث، ده قلنا لسه قايلينها، ومواجهة الأزمات. السؤال بقى اللي اتكرر خلاص. اختلف وضع مصر السياسي في عهد بطالمة. قلت لك مصر في عهد بطالمة مركز، في عهد الرومان ولاية، يبقى اختلفت باعتبارها مركز للحكم. تمكن الرومان من السيطرة على الكاملة على سواحلها في البحر المتوسط بعد سقوط ناط. طبعا يا جماعة الرومان سيطروا على سواحل البحر المتوسط بعد ما خدوا مصر، يبقى أملاك بطليموس بن لاجوس. فين أملاك بطليموس بن لاجوس اللي هي دولة البطالمة؟ يعبر انتقال فكرة الملكية المقدسة إلى الرومان عن طريق البطالمة، لأن هم دخلوا لقوا البطالمة في مصر. أهمية الزراعة عن الصناعة في روما، لأن النشاط الأساسي لروما هم الطبقة الأرستقراطية، يبقى بسبب قلنا النشاط الرئيسي لطبقة الأشراف. السؤال ده تلاقيني قلته لك في فيديو الشرح. يبقى سيطرة الأرستقراطيين على النشاط الاقتصادي، هم من يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي. يرجع وجود المصريين في قاعدة الهرم الاجتماعي، قلنا سبب سياسة العنصرية بتاعة البطالمة، يبقى التوجهات العنصرية للحكام، كانوا بيعاملوا المصريين سياسة تعالي. ظلت الديمقراطية السورية أثناء الحكم الجمهوري في روما بسبب العامة. واحد يقول لي ليه؟ نص الكتاب والله، قال لك العامة هم من كانوا يميلون إلى الانتخاب ناس من الأشراف برضه. طب هم لا، ما كانوش بيختاروا حد منهم لأن هم كانوا يفقدوا الثقة في نفسهم. أحد العملات البطلمية وساعد وجود، طبعا العملة بتساعد على تسهيل العمليات التجارية، يبقى تسهيل المعاملات الاقتصادية. استقر اليهود في اسكندرية أثناء الحكم الروماني. اسكندرية ميناء تجاري لها مكانة اقتصادية، يبقى ميناء تجاري لهم. فاليهود كانوا ليهم وضع اجتماعي مميز بسبب مكانتهم الاجتماعية الاقتصادية. اعتبرت التجارة مع بلاد الشام تجارة داخلية، الشام يبقى سوريا، تبقى التجارة داخلية في حالة واحدة. قال لي إيه؟ في حالة ازدهار حركة التجارة، في حالة إن إحنا ناخد قصد سوريا. طب إحنا خدنا سوريا إمتى؟ في العصر الجمهوري. أدت الطموحات السياسية لكليوباترا تغيير وضع مصر السياسي، لأن طبعا طموحات كليوباترا أدت إلى إنهاء حكم البطالمة، فوضع مصر السياسي هيتغير من مركز إلى ولاية بعد معركة أكتوم البحرية. يبقى تتشابه معركة أكتوم البحرية مع مؤتمر بابل في تغيير وضع مصر السياسي، بس مؤتمر بابل من ولاية لمركز، أكتوم من مركز لولاية. حرص الاسكندر الأكبر على إنشاء مدينة الإسكندرية عشان يستغلها في التوسع غلط، عبادة الآلهة غلط، قلنا تدعيم طموحاته العسكرية عشان يسيطر على البحر المتوسط. قسمت إمبراطورية الإسكندر إلى 3 أجزاء. بيقول لك تم تأسيس دولة في هذه الأجزاء اللي هي الأراضي التابعة لقارة آسيا، اللي هي دولة السلوكيين، خدت العراق وسوريا، يبقى السلوكيين. البطالمة كانت أفريقيا، والمقدونيين كانت أوروبا. حرصت روما على استغلال إمكانيات كل من وقع تحت سيطرته، وقد ظهر ذلك من خلال نقط. روما استغلت إمكانيات أي حد تحت سيطرتها. السؤال ده جامد جدا، قول له الإجابة جيم. واحد يقول لي إيه؟ لأنها شباب لما سمحت لقرطاجة، قرطاجة دي لما وقعت تحت سيطرتها استغلت إمكانياتها، لأن هي عارفة إن هي عندها نشاط تجاري وعندها ميناء تجاري. قسم الإمبراطور أغسطس مصر ل3 أقسام، قلنا عشان يعرف يسيطر عليها،
فيبقى ضمان إحكام السيطرة، ودي تتماشى مع المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية، والمصالح الاقتصادية عشان يعرف يفرض عليها ضرايب. هادريان ده عمل معبود للإله سرابيس، وهنا ده يدل على إن هو كان عايز يكسب ثقة المصريين، وده اسمه تسامح ديني. نقراطيس مدينة اتعملت في عهد مصر في العصر المتأخر. النقراطيس ما اتعملتش في عهد البطالمة، اتعملت في عهد مصر الفرعونية. أنطونيو بليس اتعملت في عهد الرومان، عملها هادريان. يبقى أقول له الفراعنة والرومان. على فكرة السؤال ده جامد جدا، لأن كتير أوي من نقراطيس الناس هيختاروها اليونانيين. نقراطيس كانت في العصر المتأخر. افتقر مصر طوال حكم البطالمة، افتقروا الحرية الاقتصادية لأن البطالمة كانوا مطبقين سياسة الاحتكار. بلغ فن النحت الروماني درجة من المهارة والإتقان، كما أنه تميز بالابتعاد عن، هو جسد الآلهة طبعا اللي هي المعابد والكلام ده، وتخليد الانتصارات العسكرية والتماثيل الشخصية وأقواس النصر، وكان محاكاة للواقع، بس كان يفتقد ويبتعد عن الخيال والمبالغة. إيه دي الإجابة؟ اتفق الكل من قرطاج وروما أثناء الصراع، الاتنين كانوا نظام جمهوري وقت الحروب البونية، يبقى النظام السياسي. ترتب على السياسة التي اتبعها الرومان في مصر تكوين المصريين فرق عسكرية منظمة، افتقاد الرومان دعم المصريين مواجهة المسلمين. قول له يا باشا به. ليه؟ لأن الرومان عندهم أسر نظر، خلوا إن المسلمين من كتر ما بيكرهوا الرومان، المصريين من كتر ما بيكرهوا الرومان ما واجهوش المسلمين، فافتقد الرومان دعم المصريين في مواجهة المسلمين بسبب سياسة الاستبداد اللي اتبعوها الرومان. طبعا ما ينفعش أقول له زيادة المحاصيل الصيفية، لأن هم زودوا المحاصيل الشتوية مش الصيفية، الصيفية دي اللي هي القطن. تعد أكثر الفئات استفادة من قيام النظام الإمبراطوري في الدولة التجار طبعا، لأن هم كانوا عايشين في حالة من الحرية. تحدث استرابون في كتابه الشهير عن مصر، وكانت في ذلك الوقت تحت حكم ناط. طبعا استرابون اتكلم عن مصر في عهد 20 ل 25، ومصر أصلا من 30 قبل الميلاد بقت ولاية رومانية، فالفترة دي كانت في عهد الرومان. تفوقت مدينة الإسكندرية على مدينة أثينا في جميع المجالات العلمية، لأن أثينا احتفظت بمكانتها في مجال الفلسفة، لأن أشهر العلم اللي محدش عارف يتفوق على أثينا فيه علم الفلسفة، فلسفة اليونان سقراط وأرسطو وأفلاطون. حرص الأباطرة الرومان على جعل مصر مخزن للقمح، لأن طبعا مصر كانت بتحل الأمن الغذائي، فانشغال الرومان بالصناعة عن الزراعة، لا الرومان أصلا كان عندهم الزراعة هو المحصول الأساسي. عدم ملائمة مناخ روما، لا روما كانت بتزرع قمح، يبقى هم عايزين يوفروا الاستقرار الداخلي، مش عايزين دايما يعيشوا بالأمن الغذائي، مش عايزين مشاكل، مش عايزين يعرضوا روما لأزمات. يعد انتشار عبادة الآلهة المصرية إيزيس، قلنا عالمية الدعوة، يبقى هنا عالمية المعبودات. تشابه الملك بطليموس الأول، السؤال ده جامد جدا. بطليموس الأول لما دخل مصر احترم الآلهة المصرية، وعمرو بن العاص لم يتعدى على الكنائس، فادى حرية للعقيدة، فالاتنين احترموا العقائد، ده احترم المسيحية وده احترم الآلهة المصرية. كان في تسامح ديني، قول له سياسة التسامح الديني، وممكن نحط معاهم الاسكندر الأكبر كمان. فرض الرومان على سكان مصر أكثر من 200 نوع من الضرائب، ده استغلال. يبقى الحرص على إضعاف مصر ولا قصر النظر؟ طبعا قصر نظر السلطة الحاكمة، لأن ده في النهاية هيخلي المصريين يكرهوا الرومان ويعملوا عليهم ثورة، وما يوقفوش قلت لك معاهم مع وكرهوا الحكم يعني، وعمل عليهم ثورات. بص بقى الحتة دي يا جماعة، السؤال ده مهم 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 ما بين السطور، ده في آخر الدرس. المدرسة المسيحية باسكندرية اهتمت بإسراء الحياة الثقافية في مصر، وأدى ذلك لانتشار الأدب القبطي. طب الأدب القبطي ده اهتم بإيه؟ الأدب القبطي ده اهتم بإن هو زي الأديرة، والأديرة الناس دي كانت بتتعبد فيها هروبا من بطش الرومان، يبقى ده جانب روحي. يبقى الأدب القبطي ده له علاقة بالدين، ظهرت مع انتشار المسيحية. قام نظام الحكم في روما أثناء العصر الجمهوري على وجود، بص هنا قال لك إيه؟ الهيئة التي تملك القدرة على تحقيق متطلبات الشعب. فالعبيط هيقول لي نقباء العامة، لأن النقباء العامة همزة وصل، بيقول لك تمتلك القدرة. قول له طبعا مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ هو اللي بيتخذ القرار. سؤال جامد أوي على فكرة. تحديات المكانة الاجتماعية للفرد تحت على أساس إيه؟ بص على أساس أنت من الرومان ولا من الإغريق ولا من اليهود ولا من المصريين، يبقى حسب الأصل، بس مش الأصل والتعليم، الأصل والثروة. كانت أول توسع روما في شرق البحر المتوسط، دي سوريا، شرق البحر المتوسط، يبقى على حساب مين؟ يبقى على حساب سوريا، إن شرق البحر المتوسط، أدي البحر المتوسط وده الشرق. زادت واردات مصر في عصر البطالمة من نقط، قول له الأخشاب، لأن البطالمة اهتموا بصناعة السفن، عملوا ترسانات، والترسانة بتصنع سفن، والسفن بتحتاج خشب.
كانت الطبقة الأرستقراطية عامل في انتشار الفقر، لأن الأرستقراطيين هم اللي مسيطرين على كل الأراضي الزراعية، فظهر زي فكرة الإقطاع كده، فأصبح الفلاحين من الفقراء المعدمين، يبقى امتلاكها معظم الأراضي، مش اعتمادها على العبيد. مش شرط إن الفلاح يبقى عبيد، بس هو الفلاح فقير لأن أنا اللي معايا الأرض. اهتم البطالمة بالعلم واحتلت اسكندرية في عصرهم مركز الصدارة، تفوقت على أثينا. البطالمة حرصوا على تفوق اسكندرية على أثينا ليه؟ لأن هم كانوا عايزين كل العلماء يجوا لاسكندرية، فقال لك اسكندرية كانت دار للعلم، الناس بتجيلها من كل أنحاء العالم، فيبقى هم كانوا عايزين يجذبوا الإغريق للإقامة في مصر، فالإغريق دول دايما عندهم حب في العلم، فكان هيجي يدرسوا في اسكندرية. أعلم الناس بالدار أهلها، يبقى هو بيتكلم على مين؟ اسكندر لما حافظ على الأنظمة اللي هي أهل مكة أضربوا شعابها. أي الاستنتاجات التالية يوضح شكل السياسة الاقتصادية اللي اتبعها البطالمة، اللي هو السياسة الاقتصادية تطبيق نظام الاحتكار. يبقى منح البطالمة والتجار حرية، غلط. الحر، لا. يبقى استخدام نظام المشاركة في توزيع الأرض، لا. يبقى الهيمنة الكاملة. يبقى الإجابة د. الإجابة د. ليه بقى؟ حققوا هيمنة يعني سيطرة على الاحتكار. إذا لم تكن الأمين في اليسير فكيف تؤتمن على الكثير؟ فأنت يعني أنت مش أمين في حاجات قليلة، تؤتمن على الحاجات الكبيرة. أنت طلعت طماع، يبقى أجيوسوكليس، ومعاهم كليوباترا، يبقى آخر ملوك البطالمة اللي هي كليوباترا السبعة. المنطقة التي يسيطر عليها الرومان وتخرج عن كونها إرث، طبعا قرطاجة، لأن هي ما كانتش تبع الإسكندر. استمرت بعض مظاهر الخلل الذي اتسم بها النظام الملكي في روما بعد قيام النظام الجمهوري في النظام الملكي والنظام الجمهوري والنظام الإمبراطوري عدم الفصل من السلطات، يبقى غياب مبدأ الفصل من السلطات. يعد فن الفيلسفاء من الفنون الجميلة التي ميزت الفن القبطي، ومن أهم مميزاته نقط. طيب لما أروح للفن القبطي عليه 3 أنواع، ألاقي الفن عندي 3 أنواع. يا إما يا شباب هلاقي في آخر درس، وركز بالله عليك في الحتة دي، فن الطبقة الحاكمة. الفن نفسه كان متأثر حسب الفن الشعبي وفن الطبقة الحاكمة. فهتلاقيه إن هو في الفن الشعبي، هو المفروض فن شعبي يعني مش فن قبطي. قال لك إيه؟ الذي يتمثل في آلاف التماثيل الصغيرة، ماشي، كذلك استخدام الفيلسفاء في الأرضيات بوجه خاص، وتمثل مناظرها أشخاص، يبقى أشخاص وحيوانات، منها الحقيقي ومنها الخيالي. يبقى أنا، هي مش فن قبطي، هي فن شعبي، يبقى منها حقيقي ومنها خيالي، يبقى جمعت بين الواقع والخيال، يبقى نص الكتاب منها حقيقي ومنها خيالي، تفاصيل صغيرة بين السطور. سعى اليهود ليكون وضعهم مميز في مصر في عهد البطالمة من خلال النقط. قلنا طبعا المكانة الاقتصادية. يحرص الشعوب دائما على مقاومة المحتل، لكن خالف المصريين. المصريين ما قاوموش اتنين، ما قاوموش المسلمين وما قاوموش المقدونيين، يبقى المقدونيين اللي هو الاسكندر. كان الرقباء الشعبيون سلطة تنفيذية طبعا. النقابة العامة سلطة تنفيذية برضه. ما ينفعش النقابة العامة ما كانوش سلطة قضائية، ده هم جزء من السلطة التنفيذية، هم بينفذوا أوامر الحكومة بس. كانت لمصر مكانة خاصة داخل الإمبراطورية الرومانية، قلنا بسبب وفرة نظامها الاقتصادي بتاخد منها ضرائب، وفي نفس الوقت الحبوب. كانت تصرفات الفردية، السؤال ده تحفة تحفة. تصرف فردي ولا مبالاة. تصرف فردي يعني إيه؟ شخص عنده تصرف فردي، يعني فكرة الملك اللي تعدى على التقاليد الحياة الرومانية، الملك تركينيوس، فالشعب عمل عليه ثورة، اللي قصد الأرستقراطيين عملوا عليه ثورة. سؤال مهم وصعب. ظهر تأثر الحضارة اليونانية القديمة بالحضارة الفرعونية في مجال العمارة، طبعا في المعابد اللي هي الأعمدة، طراز الأعمدة. أي إن الآتي يستثنى من مظاهر الحياة الدينية. المكانة المميزة للكهنة، الكهنة ما كانش ليهم مكانة مميزة بسبب عبادة الأباطرة. ارتبط إصدار الإمبراطور قسطنطين ميلان بإرساء مبدأ الحرية الدينية، لأن قال لهم مارس الديانة المسيحية في العلن. أما سوديسيوس هو اللي اعترف إن الديانة ديانة رسمية. أدرك البطالمة حكمهم لمصر على أهمية تحقيق الوئام الديني اللي هو التسامح. إيجاد إله جديد، إله جديد طبعا يحقق الشرق والغرب، يبقى سيرابيس ده كان بيعبر عن التسامح الديني. كانوا الأغلبية الساحقة طبعا دول كانوا المصريين هم عماد القوى الاجتماعية. دي بقى الأسئلة المقالية، هتلاقيني كاتب لك كل الأسئلة بالإجابات، السؤال بالإجابة، السؤال بالإجابة، السؤال بالإجابة.
كده يا صديقي نكون خلصنا الحمد لله بفضل الله. انتظرونا ان شاء الله بقى بعد كده في فيديو. الفيديو ده يا شباب هيكون ليلة الامتحان بقى، اللي هو الخلاصة بقى. انا عندي امتحاني بكرة اسمع ايه، فهنزل لك فيديو كده يكون عبارة عن محافظات. المحافظات دي يعني قصدي امتحانات شاملة. هنحط لك الأسئلة بإذن الله اللي هيجي منها الامتحان واشرحها لك. هي الأسئلة دي يا ابني السؤال ده إجابته كذا، السؤال ده إجابته كذا، السؤال ده إجابته كذا. خلاص. اللهم استودعك ما فهمت وما حفظت، أغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.